بسم الله الرحمن الرحيم. معكم في المكاني. النهارده موجود ناحيه البحر الساحل الشمالي في الشتاء. بس قلت اوريكم يعني اثار التعريه اللي بتكون موجوده على الحجر زي ما احنا شايفين في المناطق اللي تحت هنا. الحجر الكبير طبعا زي ما شايفين يعني حصل هنا ان بعض الانهيارات، طبعا زي ما احنا شايفين انهيارات الحجر الجيري او الكليف اللي موجود قدامنا ده نتيجه طبعا عوامل التجويه اللي بتحصل في مناطق الضعف. فبنلاقي الكليف نفسه يبدا يبقى مور ستيبر زي ما احنا شايفين في الحته اللي قدامنا بوضوح. تمام. حتى بنلاقي احيانا كمان ان بيحصل بعض انواع السيرتيفيكيشن الاصلي، تمام، بتبدا تبان معانا السطح بتاع السيرتيفيكيشنز، وبعض الاماكن اللي بيحصل فيها ديستريبيوشن ظاهره معانا هنا زي ما احنا شايفين. دي مثلا بعض السيرتيفيكيشن هنا موجود. هنا طبعا هحط ايديا كسكيل عشان نشوف السيرتيفيكيشنز الموجود في الحجر الجيري زي ما احنا شايفين في الحته برضو. عشان نشوفها بوضوح اكتر، احنا شايفينه هنا على الارض او على المكان اللي احنا ماشيين عليه برجلينا زي ما احنا شايفين اهو. بس هنطلع ناحيه الكليف شويه او الجزء الاول دروب هيكون قدامنا هنا، نوضح الدنيا بشكل اوضح اهو. يعني احنا هنا هنبدا نشوف السيرتيفيكيشن فيري فيلد زي كده، تمام، بتوضح الديبوزيشن اللي ماشي في الحجر الجيري زي ما احنا شايفين. شايف هنا لامينيشنز جوه الحجر الجيري، تمام. ممكن ده كل ده يتبك، يعني ده لامينيشنز في الحجر الجيري بتوضح الترسيب اللي بيتم راق ورا راق، يعني طبقه ورا طبقه صغيرين كده بشكل لامينيشن زي ما احنا شايفين. تمام. ساعات ممكن اللامينيشن ده ياخد اتجاهات مختلفه، اذا كان هنا مثلا مايل في اتجاه معين هو الاتجاه دون كابرن ديب، بص فوق هنا في سيرفس تاني موجود وبدا الاتجاه يتغير بتاع الستراتيفيكيشن، تمام. ده ممكن يكون له علاقه اكتر برضو بالميول اللي موجوده في البحر وتغيرات الميول وبرضو الكرنس الموجوده اثناء الترسيب والحاجات اللي زي كده. فممكن يحصل تغييرات في الاورينتيشنز الموجوده. طبعا زي ما احنا شايفين هنلاقي برضو بعض الفراكشرز. دي فراكشر اهو واضح قوي، فراكشر، تمام. فراكشر ممكن يبقى واحد وعليه واحد تاني قطع عليه واحد جديد، يعني هو ممكن يكونوا بيسلموا بعض، يعني اهو ده واحد تاني هو قطع كده على ايه، على ده. فانت ممكن تشوف يعني تو فراكشرز عند نفس البوينت، عند نفس البوينت، يعني اهو اتنين فراكشر متقاطعين اهو مع بعض في الحته دي. اعمل كلوز اب عليه اهو. فدي اوبن فراكشرز شويه موجوده في الحجر الجيري، وممكن تكون تفيدنا جدا كباس واي في مجال البترول وبحث واستكشاف البترول. وطبعا وجود فراكشرز اوبن ده يعتبر نوع من انواع التكتونيك او نقدر نسميه السكندري بروست نتيجه الفراكشرز في الحجر الجيري. ودي طبعا ممكن تكونتريبيوت معانا في الريزرفوار بتاع الهيدروكربون، فده يحصل معانا انتاج كويس. بس هي ممكن يبقى ليها تاثير عكسي لو احنا قريبين من الووتر اويل كونتاكت، بحيث ان هو ممكن يجيب لنا ميه بسرعه فيحصل ووتر قد تزيد، فالانتاج برودكشن يكون مش احسن حاجه. فاحنا طبعا مكان الفراكشر فين وله علاقته ايه بالاويل ووتر كونتاكت بيكون له تاثير معانا في الموضوع. فده ريفيو النهارده اللي قلت اتكلم معاكم فيه عن الحجر الجيري اللي موجود على الكليبس اللي موجود في الساحل الشمالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.